في مدينة طنطا سنة 1980 اتولد رمضان عبد الرحيم منصور، طفل بسيط من أسرة فقيرة. حياته ما كانتش مختلفة عن كتير من أطفال الشوارع اللي بيحاولوا يلاقوا لقمة عيشهم بأي طريقة، لكن اللي محدش كان يتخيله إن الولد ده هيبقى بعد سنين واحد من أبشع القتلة اللي عرفتها مصر، واللي الناس بعد كده هتسميه بالتوربيني. رمضان بيكبر في بيئة قاسية، ما كانش عنده تعليم ولا استقرار، ومع الوقت ساب بيته وانضم لعصابات الشوارع، وهناك اتعلم كل حاجة عن البقاء وسط العنف والسرقة والخطر. ورؤساء العصابات كانوا بيدربوه بالعنف، وكانوا بيعاقبوه بشفرات حلاقة لو غلط. التجارب دي خلت جواه خليط من الخوف والرغبة في الانتقام من أي حد يحاول يهدده. رمضان كان بيحكي بعدين في اعترافاته إن اتعلم من الشارع إن الضعيف دايما هو الضحية، وإن الحل الوحيد علشان يعيش هو إنه يكون أخطر من اللي حواليه. وفعلا بدأ يثبت نفسه وسط العصابات، وكان معروف بجرأته وعنفه، لكن ما اكتفاش بالسرقة أو الخطف. الأمور دخلت منحنى أعمق لما بدأ يستغل الأطفال الضعفاء اللي زيه. أول جريمة اتسجلت ضده كانت بسبب ولد اسمه أحمد ناجي، عنده 12 سنة، وكان واحد من أفراد العصابة الصغيرة اللي حواليه. لما حاول رمضان يعتدي عليه، أحمد هرب وبلغ الشرطة، لكن الأدلة ما كانتش كفاية واتساب رمضان حر. بعدها بأيام قليلة اتعرفت الشرطة على أول ضحية حقيقية للتوربيني، وكان نفس الطفل أحمد ناجي. اتخطف وتعرض للاعتداء والقتل انتقاما منه لأنه بلغ عنه. ودي كانت البداية الفعلية لسلسلة طويلة من الجرائم اللي استمرت 7 سنين. بعد الحادث ده رمضان ما بقاش نفس الشخص، بدأ يسافر كتير بين القاهرة واسكندرية، وكان بيفضل اسكندرية لأنه شايفها أهدى والشرطة فيها أقل، وهناك بدأت جرائمه تتوسع. كان بيستخدم القطارات كوسيلة مثالية علشان يقدر يهرب فيها، وكمان يستدرج الأطفال اللي ملهمش مأوى. كانوا عبارة عن أطفال شوارع زيه بيقعدوا على أرصفة المحطات وبيصدقوا أي حد يديهم لقمة أو فلوس بسيطة. وفي عربيات القطر وبالذات على الأسطح كانت بتبدأ الجرائم. رمضان ومعاه مجموعة صغيرة من أتباعه يستدرجوا الطفل ويعزلوه، وبعد كده يحصل الاعتداء والقتل. أغلبهم كانوا بيرموا الضحايا من فوق القطر أو على جنب السكة الحديد، وفي أحيان تانية يرموهم في النيل أو يدفنوهم بسرعة. الموضوع استمر بالشكل ده سنين، محدش كان بيربط بين الجرائم لأنها كانت بتحصل في محافظات مختلفة زي القاهرة والقليوبية واسكندرية والغربية وبني سويف، لكن كل ضحية كان ليها نفس النمط: طفل في الشارع بيتم استدراجه والاعتداء عليه والقتل بنفس الطريقة الوحشية. رمضان كان مقتنع إنه محدش هيقدر يمسكه، وكان بيتنقل من مكان لمكان بسرعة لدرجة إن زمايله لقبوه بالتوربيني، زي القطر السريع اللي محدش بيلحقه. الاسم ده هو اللي بعدين بقى عنوان لكل الجرائم اللي عملها. وفي سنة 2006 كانت سلسلة الجرائم وصلت لذروتها. أكتر من 30 طفل اختفوا في ظروف غامضة، وبعض الجثث بدأت تظهر على قضبان السكة الحديد، ومحدش كان فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. لكن من غير ما يعرف رمضان، خيوط القصة كانت بدأت تتجمع، والشرطة كانت خلاص على وشك تعرف إن ورا كل الجرائم دي شخص واحد اسمه التوربيني. مع بداية الألفينات اسم رمضان التوربيني ما كانش معروف عند الناس، لكن اسمه كان بدأ يظهر في ملفات مباحث الأحداث ومراكز الشرطة في أكتر من محافظة. مفيش جريمة محددة اتربطت بيه، لكن في ملامح متشابهة في أكتر من حادث، بتكون عبارة عن طفل شارع آخر مرة اتشاف كان مع شاب بيطلع فوق القطر، وبعد كده جثته بتترمي على جنب السكة أو تختفي تماما. الطريقة اللي كان بيشتغل بيها رمضان كانت ثابتة تقريبا، بيتحرك هو وعصابته ما بين القاهرة وطنطا واسكندرية والقليوبية وبني سويف. كانوا بيستهدفوا الأطفال اللي نايمين في المحطات ويقولوا لهم مثلا تعالوا نشتغل أو هناكل وننام في مكان آمن. الطفل الضحية كان بيصدق ويطلع معاهم فوق القطر أو جوه العربيات المهجورة، وهناك تبدأ الجريمة. القطر بالنسبة لهم ما كانش وسيلة انتقال بس، ولكنه كمان كان مسرح الجريمة. فوق العربيات الحديدية وبعيدا عن عيون الركاب كانوا بيربطوا الضحية بملابسه الداخلية ويحصل الاعتداء، ولو الطفل قاوم أو هددهم إنه يبلغ عنهم يبقى القتل هو النهاية. بعضهم كانوا بيترموا من فوق القطر وهم لسه عايشين، فبيتخبطوا في القضبان أو تعدي عليهم القطارات من الاتجاه التاني، والبعض الآخر كان بيدفن تحت الرمل جنب السكة أو يترمي في النيل. لكن برغم بشاعة اللي حصل محدش كان قادر يربط الجرائم ببعض.
كل محافظة بتسجل الحادث عندها والمجرم كان مجهول، لحد يوم 27 نوفمبر سنة 2006 لما عمال في محطة مترو شبرا الخيمة لقوا هيكل عظمي لطفل جوه السرداب تحت المحطة، ووقتها تم إبلاغ الشرطة. وخلال ساعات ظهرت جثة تانية في اسكندرية لطفل اسمه محمد إبراهيم سالم، عمره 14 سنة، وكان مرمي على شريط السكة الحديد. وفي نفس الوقت جسم طفل تالت اتلقى ميت في طنطا، وكان واقع من فوق واحد من القطارات. التزامن بين الحالات التلاتة خلى وزارة الداخلية تتحرك بجدية. وزير الداخلية وقتها حبيب العدلي أمر بتشكيل فريق بحث من مباحث الأحداث، وده بقيادة ضباط من أكتر من محافظة. بدأوا يراجعوا ملفات الأطفال المفقودين والتقارير الطبية وأماكن العثور على الجثث، ووقتها ظهرت ملامح متشابهة في مواقع الجثث وطريقة القتل، والأهم الضحايا أغلبهم من أطفال الشوارع. أول خيط حقيقي ظهر لما اتقبض على واحد من العصابة اسمه أحمد سمير عبد المنعم في شبرا الخيمة، شاب عنده 18 سنة ومشهور باسم بقه. وأول ما اتشد في التحقيق اعترف بكل حاجة، قال إنه واحد من ضمن عصابة بتستدرج الأطفال، وإن الزعيم الحقيقي هو رمضان التوربيني، وإنهم قتلوا أطفال كتير بنفس الطريقة، بيربطوهم فوق القطر ويعتدوا عليهم وبعدها بيرموا الجثة. وذكر أسماء باقي أفراد العصابة، وهم السويسي وبزازة ومؤمن الجزار. اعتراف أحمد سمير فتح الباب لكل حاجة كانت غامضة. وبعدها بأيام اتقبض على المتهم التاني محمد عبد العزيز السويسي في طنطا، وأكد نفس الاعترافات. في الوقت ده النيابة بدأت تجمع المعلومات. عدد الضحايا مش أقل من 32 طفل، بس الجثث اللي لقوها فعليا 15 بس، واتقال إن الباقي كانت بتترمي من القطر أو اتدفنت في أكتر من 8 محافظات. التحقيقات أثبتت إن رمضان ما كانش مجرم فردي، لكنه قائد عصابة، كانوا بيتحركوا زيه وبيقلدوه في كل حاجة. هو اللي بدأ الفكرة وهو اللي حدد الطريقة، وكمان هو اللي كان بيرمي الضحية بنفسه من فوق القطر. ومع كل اعتراف جديد الصورة بقت أوضح، لكن كان لسه التوربيني نفسه حر، بيتنقل ما بين القاهرة واسكندرية ومعتقد إن مفيش قوة تقدر توصله. بعد اعتراف بقه والسويسي بقت الصورة أوضح قدام المباحث. كل كلمة كانوا بيقولوها كانت بتربط خيط بجريمة قديمة أو جثة كانت مجهولة السبب. فريق البحث في الوقت ده بدأ يراجع كل القضايا اللي تخص أطفال الشوارع من السنين اللي فاتت، وبالفعل ربطوا بين أكتر من 30 حالة اختفاء، وكانت بنفس الطريقة ونفس الأماكن اللي العصابة كانت بتتحرك فيها. وفي الوقت ده التحقيقات وصلت لاسم الشخص اللي الكل بيتكلم عنه، رمضان عبد الرحيم منصور، والمعروف بين أفراد العصابة باسم التوربيني. وكانوا ملقبينه كده علشان كان دايما بيهرب من مكان لمكان بسرعة زي القطر التوربيني اللي محدش بيلحقه. مباحث الأحداث بدأت حملة أكبر للقبض عليه. المعلومة الأولى كانت إنه بيتردد بين القاهرة واسكندرية وبيختفي وسط أطفال الشوارع في المحطات. وبعد أيام من المراقبة قدروا يحددوا مكانه في وكر من أوكار الشوارع، وهناك تمت مداهمته والقبض عليه، ومعاه بعض أفراد العصابة اللي لسه ما كانوش اتقبض عليهم. في اللحظة الأولى في التحقيق التوربيني ما حاولش ينكر، بالعكس ده كان بيتكلم بكل ثقة وكأنه مش شايف إن اللي عمله ده جريمة. قال في التحقيقات إنه بيخلص الشوارع من العيال اللي ملهاش لازمة، وإنه اتعود يعيش كده من وهو صغير. لكن لما وهوب تفاصيل الجرايم اعترف بكل حاجة. قال إن اللي كان بيعمله ده بدأ من 7 سنين، وإن عدد اللي قتلهم مش أقل من 32 طفل. ولما سألوه عن السبب قال إن هو بيشوف الأطفال دول نسخة منه زمان، وإنه مش عايز يشوفهم بيكبروا زيه. في واحدة من اعترافاته الغريبة قال إنه أول مرة فكر في القتل كانت بعد ما تعرض هو نفسه لاعتداء في صغره. حكى إنه هو عنده 12 سنة كان بيشتغل في كافيتيريا في السكة الحديد، وهناك بلطجي اسمه عبد التوربيني كان بياخد منه الإيراد ويضربه، ولما حاول يمنعه استدرجه فوق القطر واعتدى عليه وبعدها رماه من فوق القطر. رمضان وقتها عاش لكنه اتصاب في عينه ووشه اتشوه، ومن ساعتها قرر ينتقم من أي طفل يشوف فيه ضعفه القديم. ومن هنا جاله لقب التوربيني بعد ما عبد التوربيني مات، وكأن الاسم اتنقله. اعترافات رمضان كانت صادمة. قال إن العصابة كانت بتتحرك في مجموعات صغيرة وكل واحد ليه دور، واحد يستدرج الطفل والتاني يكتفه، والتالت بيساعد في رمي الجثة. الجرائم كانت بتحصل فوق القطر أو في أماكن مهجورة جنب السكة الحديد. بعض الجثث اتدفنت في أراضي بعيدة وبعضها اترمى في النيل. ولما النيابة سألته عن أماكن باقي الجثث قال إنه صعب يفتكر كل حاجة لأنهم عملوا الجرائم دي في محافظات كتير على مدار 7 سنين.
وفي وسط التحقيقات كان التوربيني بيقول كلام غريب، مرة يقول إنه ممسوس من جنية وإنها كانت بتأمره يعمل كده، ومرة تانية يقول إنه ما كانش بيحس بحاجة وإنه بيعمل كده كأنه إنسان آلي. النيابة ما اهتمتش بالحكاية دي لأنها كانت شايفة إنها مجرد محاولة منه لتخفيف التهمة أو الظهور كحد غير مسؤول عن تصرفاته. وفي الوقت اللي كان بيتم التحقيق معاه فيه كانت النيابة بتواجه باقي أفراد العصابة واحد ورا التاني، فرج محمود السيد المعروف بحناطة، ومؤمن عبد المنعم شحاتة الشهير بالجزار، وحمادة معروف شعبان الملقب ببزازة وغيرهم. كلهم أكدوا نفس القصة بنفس التفاصيل تقريبا، الطريقة واحدة والأوامر كلها من رمضان التوربيني. وفي نهاية 2006 كانت الصورة اكتملت، التوربيني مش مجرد قاتل متسلسل لكنه قائد عصابة منظمة استغلت أطفال الشوارع وارتكبت واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث. ومع كل اعتراف جديد منهم كانت النيابة بتقفل ملف جريمة قديمة كانت مجهولة لسنين، لكن رغم كده كان لسه في 17 جثة مفقودين. ومع إن التوربيني قال إنه هيحاول يرشد عن أماكنهم، كتير منهم اختفوا للأبد واتدفنوا في سرهم من غير ما حد يعرف عن أسمائهم. بعد ما اكتملت خيوط القضية، النيابة العامة أحالت رمضان عبد الرحيم منصور التوربيني وأفراد عصابته للمحاكمة أمام محكمة جنايات طنطا. الاتهامات كانت واضحة، القتل العمد وهتك العرض، وكمان تشكيل عصابي لاستدراج أطفال الشوارع والاعتداء عليهم وقتلهم. عدد الجرائم المؤكدة وصل ل 15 جثة تم العثور عليها، واعتراف كامل بقتل ما لا يقل عن 32 طفل في 8 محافظات. الجلسات الأولى من المحاكمة شهدت حضور إعلامي كبير، ورغم إن المتهمين كانوا متعمدين ما يبصوش للجمهور إلا إن تفاصيل التحقيقات كانت كافية تهز أي شخص. التوربيني وقتها ما حاولش ينكر أو يغير أقواله، بالعكس ده كرر اعترافاته قدام هيئة المحكمة، قال إن هو كان بيعمل كده من غير ما يحس، وكمان إن هو كبر في الشارع وإن اللي اتعمل فيه هو اللي عمله في غيره. وفي الوقت ده الدفاع حاول يستخدم فكرة إنه مضطرب نفسيا أو اتعرض لصدمة في طفولته، لكن تقرير الطب النفسي اللي اتعمل له أكد إن هو سليم إدراكيا ومسؤول عن تصرفاته. واتحاكم معاه كمان جميع أفراد عصابته. وفي متهم أخير وهو إبراهيم شعيشة هيتحول لمحكمة الأحداث لأنه كان أقل من 18 سنة في وقت الجرائم. النيابة في الوقت ده قدمت الأدلة، اعترافات موثقة وتقارير الطب الشرعي وشهادات أطفال نجوا من الاعتداء وكانوا شهود. بعض الجثث اتعرف أصحابها وبعضها بقت مجهولة من غير اسم، بس كلها كانت دليل واضح على طريقة واحدة في القتل والظروف متشابهة. وفي سنة 2007 المحكمة أصدرت حكمها، وهو إعدام التوربيني وفرج حناطة شنقا بعد موافقة المفتي، والسجن المؤبد لمؤمن الجزار، والسجن المشدد 15 سنة لباقي المتهمين الأساسيين. في الوقت ده قرار الإعدام اتطعن عليه قدام محكمة النقد، لكن في 26 يناير سنة 2009 المحكمة أيدت الحكم، وتنفيذ حكم الإعدام تم رسميا يوم الخميس 16 ديسمبر سنة 2010 في سجن برج العرب. وفي وقت التنفيذ التوربيني ما قالش حاجة غير جملة قصيرة: ربنا هيحاسبني. وبعد ما تنفذ الحكم عليه وعلى فرج حناطة تم تسليم الجثث لأهاليهم لدفنها وسط إجراءات أمنية مشددة. بس القضية ما خلصتش بالإعدام. وقتها بدأ يظهر جدل اجتماعي كبير عن أطفال الشوارع، إزاي أطفال يختفوا ومحدش يدور عليهم، وإزاي عصابة تتحرك بين 8 محافظات من غير ما تتكشف إلا بعد سنين. الصحف وقتها قالت إن اللي اتعرف ده ما هو إلا جزء من اللي حصل، وإن في ضحايا تانية محدش عرفهم ولا تسجلوا. وأخو التوربيني نفسه قال في التحقيقات والإعلام إنه مش مصدق اللي حصل، وأكد إن رمضان كان هادي ومحدش اشتكى منه، وإنه مصاب بإعاقة ذهنية بسيطة وإنه تعرض للاستغلال طول حياته. لكن النيابة أكدت إن الإعاقة النفسية أو الجسدية ما تمنعش المسؤولية الجنائية ما دام الإدراك سليم والنية واضحة في ارتكاب الجريمة. انتهت القضية دي بحبل المشنقة، لكن تأثيرها فضل موجود. كتير من ضباط المباحث قالوا إن دي واحدة من أصعب القضايا اللي اتعاملوا معاها بسبب بشاعة التفاصيل، وإنها فتحت ملف أطفال الشوارع لأول مرة بالشكل ده قدام الرأي العام. ومن هنا انتهت حكاية التوربيني، الشخص اللي بدأ حياته كطفل هارب من بيت فقير في طنطا وخلصها كأخطر قاتل متسلسل في تاريخ الجريمة الحديثة في مصر. قضبان الإطارات اللي استخدمها للهروب هي نفسها اللي فضحت جرائمه، وفي النهاية الطريق وصل بيه لحبل المشنقة. سيبولنا رأيكم في التعليقات وقولولنا حابين نتكلم عن إيه في القصص الجاية، بحب أشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة.
وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.